نسمي بالله ونصلي على رسول الله. ومن أعالي جبال فيفا حاسوي معاكم العريكة الجنوبية، ذقتها عندهم في الجنوب وأخذت الطريقة. المكونات اللي راح أحتاجها عندي دقيق بر وعسل وتمر منزوع النوى، وأكيد أكيد راح أستعمل السمن الجنوبي، وتقدروا تستعملوا أي نوع سمنة أو زبدة. أول خطوة في قدر على النار راح أنزل التمر منزوع النوى ونقول بسم الله، وحنضيف الموية المغلية وراح نفكك التمر ونخليه على نار وسط لين يغلي بالكامل. حنقلب التمر مع الموية بالمضرب الشبكي تقريبا من 2 ل3 دقايق لين يبدأ يغلي ويتفكك عند التمر. حنبدأ نضيف الدقيق البر بالتدريج ونقلب بسرعة متوسطة وعلى نار وسط بحيث انه الدقيق كمان يستوي مع التمر. راح استمر في التقليب وأهدي النار لين يثقل عندي القوام. راح أضيف له تقريبا 2 إلى 3 قطع من السمنة بحيث انه هي تعطيني ليونة أكثر للعريكة. بعد ما تستوي كده حيكون شكلها ريحتها تفتح النفس. نحطها في صحن التقديم ولكم كامل الخيار، سواء حابين تحطوها في حافظة أو تحطوها في صحون صغيرة وتقدموها زي ما تحبوا. وبالملعقة راح أسوي تجويف بسيط في الوسط أحط فيه السمنة والعسل. راح نزينها بقطع من التمر ونقدمها من ألذ الوصفات الشتوية.